أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، ومع المراجعة النهائية لجزء التاريخ. معايا مجموعة من الأسئلة بإذن الله لما نذاكرها ونفهمها كويس خالص مش هيخرج عنها أسئلة الامتحان إن شاء الله. أول سؤال عندي وارد جدا إنه يجي في الامتحان في جزئية التاريخ: ضع علامة صح أو علامة خطأ مع التصويب. أو ممكن يقول لي ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. ممكن يجي مع التصويب أو ممكن ما يجيش. أول سؤال: كانت ثورة 23 يوليو 1952 ثورة على الفساد والاحتلال وسوء الحكم. طبعا صح. 2. أعلن السادات بيان ثورة يوليو 1952 طبعا زي ما احنا عارفين اللي أعلن رئيس السادات بصوته هو بيان ثورة 23 يوليو 1952. الإجابة تكون صح. رقم 3: ساهمت مشاركات الدول العربية في حرب أكتوبر في تحقيق النصر. طبعا صح، لأن الدول العربية ساعدت مصر عسكريا وماليا وسياسيا واقتصاديا. السؤال الرابع بيقول لي: وقعت اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا في يوليو 1961. طبعا الإجابة هنا خطأ، هنصوب هنقول وقعت اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا في عام 1954 طبعا، وتم تحقيق الجلاء في سنة 1956. سؤال رقم 5: احتلت القوات الإنجليزية والفرنسية بورسعيد عام 1956. طبعا الإجابة صحيحة، احتلت القوات الإنجليزية والفرنسية بورسعيد 1956 وانسحبت في نفس العام. يعني هنا احتلال القوات الإنجليزية والفرنسية كان لبورسعيد؟ كان في احتلال. طب هي انسحبت؟ انسحبت. طب يعني يا أستاذ لو جالي سؤال كده، فعلا هي فعلا احتلتها، ولكن بقول من نتائج العدوان الثلاثي هي انسحاب القوات الإنجليزية والفرنسية من بورسعيد. السؤال السادس بيقول لي: يعرف خط الدفاع الإسرائيلي بهضبة الجولان بخط بارليف. طبعا الإجابة خطأ، لأن يعرف خط الدفاع الإسرائيلي بهضبة الجولان بخط ألواء. السؤال رقم 7 بيقول لي: عقد مؤتمر باندونج بأندونيسيا عام 1955. الإجابة صح. عقدت اتفاقية أوسلو للسلام عام 1990. طبعا الإجابة خطأ، لأن اتفاقية أوسلو للسلام عقدت عام 1993. السؤال رقم 9 بيقول لي: دعا الرئيس الأمريكي كارتر لعقد مؤتمر كامب ديفيد عام 1978. الإجابة طبعا هتكون صح. رقم 10: ساهمت منظمة اليونسكو في إنقاذ معبد أبو سمبل عام 1964. طبعا الإجابة صحيحة. وضع ميثاق جامعة الدول العربية في مارس 1945. الإجابة صح. السؤال الثاني بيقول لي: إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ أنا جايب هنا مجموعة من الأعمال، لازم توضح لي مين اللي عمل هذه الأعمال. السؤال الأول بيقول لي: توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا. كلنا عارفين اللي وقع اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا اللي هو الرئيس جمال عبد الناصر. 2. إصدار قرار المنابر الثلاثة، الرئيس السادات. إصدار قانون تعدد الأحزاب عام 1977 ميلادي. طبعا الرئيس السادات. رقم 4: تزعم مجموعة من ضباط الجيش المصري عرفوا بالضباط الأحرار. طبعا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. أعلن بيان ثورة يوليو 1952. طبعا الرئيس السادات. رقم 6 بيقول لي: توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. الرئيس السادات. إصدار حكم بأحقية مصر في طابة عام 1988. طبعا كلنا عارفين هي محكمة العدل الدولية. إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866. طبعا الخديوي إسماعيل. إنشاء مجلس المشورة عام 1829 للنظر في المسائل الإدارية هيكون هو محمد علي. اللي أعطى إشارة بدء حرب أكتوبر 1973. طبعا الرئيس السادات. رقم 11: أول مأذونة عرفت في العالم العربي عام 2008. طبعا أمل سليمان عفيفي. أول قاضية في المحكمة الدستورية العليا عام 2003 ميلادي اللي هي تهاني الجبالي. أول وزير للشؤون الاجتماعية عام 1962. كلنا عارفين إن أول وزير للشؤون الاجتماعية كانت حكمة أبو زيد. رئيسة لجنة الوفد المركزية عام 1920. كلنا عارفين اللي هي اسمها هدى شعراوي. قام الرئيس السادات بتعيينها وزيرة الشؤون الاجتماعية عام 1971. كلنا عارفين اللي هي عائشة راتب. نادى بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. طبعا اللي نادى بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين هو اسمه هرتزل. طيب السؤال بعد كده بيقول لي: توعدت فيه بريطانيا لإنشاء وطن قومي اليهود. كلنا عارفين إن هو وعد بلفور. مين هو اللي أصبح رئيس مصر بعد عزل محمد مرسي؟ اللي أصبح رئيس مصر بعد عزل محمد مرسي مباشرة
لما يجي كده سؤال يقول لي اصبح رئيس مصر بعد عزل محمد مرسي مباشره هو المستشار عدلي منصور. طيب ومن بعديه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. السؤال رقم 19 بيقول لي ثورة قام بها مفتي القدس ضد إسرائيل عام 1936 كلنا عارفين اللي هو اسمه الحاج أمين الحسيني. السؤال رقم 20 أحد شهداء حرب الاستنزاف التي وجهتها مصر ضد إسرائيل طبعا اللي هو الفريق أول عبد المنعم رياض قاد خطة الخداع لصرف إسرائيل عن التجهيزات الهجومية في حرب أكتوبر المشير أحمد إسماعيل. شارك في وضع خطة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف في حرب أكتوبر كلنا عارفين اللي اسمه سعد الدين الشاذلي أو الفريق سعد الدين الشاذلي. شغل رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة عام 1972 وأعد أنسب التوقيتات لحرب أكتوبر كلنا عارفين اللي هو اسمه محمد عبد الغني الجمسي. السؤال الثاني بيقول لي رقم 24 بيقول لي رئيس أمريكي دعا إلى اجتماعات في كامب ديفيد عام 1978 كلنا عارفين اللي هو الرئيس الأمريكي جيمي كارتر أو الرئيس كارتر. السؤال رقم 25 بيقول لي أسس حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية كلنا عارفين أول ما أسمع كلمة حزب الإصلاح اللي هو الشيخ علي يوسف. فيلسوف ومفكر أسس حزب الأمة كلنا عارفين اللي هو الفيلسوف أحمد لطفي السيد. طيب سؤال تاني بيقول لي أصدرت أول مجلة نسائية مصرية عام 1907 كلنا عارفين اللي هي اسمها جميلة حافظ. آخر سؤال في إلى من تنسب الأعمال بيقول لي أشار على الخديوي إسماعيل بإنشاء مدرسة لتعليم البنات كلنا عارفين اللي هو رفاعة رافع الطهطاوي. ولما يجي سؤال يقول لي مين اللي عمل أول مدرسة لتعليم البنات طبعا كلنا عارفين اللي هو الخديوي إسماعيل. سؤال تاني بيقول لي بما تفسر إصدار قرار بناء السد العالي. بما تفسر إصدار قرار بناء السد العالي طبعا دي من إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الزراعة لتوليد الطاقة الكهربائية وحماية مصر من خطر الفيضان. 2. بما تفسر هزيمة العرب في حرب فلسطين عام 1948. الإجابة عندي هنقول بسبب تدخل الولايات المتحدة بهدنة مدتها شهر مما توقف العرب عن الحرب في حين أن إسرائيل بدأت في استعداد جيوشها وتزويد جيوشها بالسلاح وزيادة عمليات التدريب فأدت إلى أن العرب انهزموا في حرب فلسطين بالإضافة أن العرب ما كانش عندهم الاستعداد الكافي لهذه الحرب. السؤال الثالث بيقول لي هزيمة الجيش المصري أمام إسرائيل عام 1967. اتهزم الجيش المصري في طبعا كلنا عارفين اللي هي النكسة في 5 يونيو 1967 لعدة أسباب. أولا بسبب استخدام إسرائيل عنصر المفاجأة. رقم 2 قوة السلاح الجوي الإسرائيلي. رقم 3 عدم استعداد الجيوش العربية. رقم 4 مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل بمعلومات عسكرية كبيرة وخطيرة جدا. السؤال الرابع بيقول لي بما تفسر قيام حرب أكتوبر 1973. قامت حرب أكتوبر 1973 لعدة أسباب. السبب الأول لأن إسرائيل رفضت كل نداءات السلام التي دعا إليها الرئيس السادات بالإضافة أن رغبة كل من مصر وسوريا في إزالة آثار النكسة والهزيمة في 5 يونيو 1967 باسترداد كل من الأراضي المحتلة اللي هي شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان بسوريا. السؤال الخامس بيقول لي بما تفسر إصدار الدستور الدائم لمصر عام 1971 وده سؤال مهم خالص. هقول طبعا لأن دستور 1971 أكد على 3 حاجات: استقلال القضاء، تعدد الأحزاب، سيادة القانون. استقلال القضاء، تعدد الأحزاب، سيادة القانون. السؤال السادس بيقول لي بما تفسر إعلان ميثاق جامعة الدول العربية. أول ما يجي لي سؤال زي كده هتكلم مباشرة عن أهداف جامعة الدول العربية. طب من ضمن أهداف جامعة الدول العربية هي التنسيق ما بين الدول العربية في مختلف المجالات سواء كانت ثقافية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية. 2 التعاون العربي المشترك ما بين الدول العربية. إيه كمان؟ اللي هي أن تقوم الدول العربية بحماية حدود واستقلال كل دولة. إيه كمان؟ تفعيل وتنسيق التعاون ما بين الدول العربية والترتيبات الأمنية المختلفة. إذا هنا أن جامعة الدول العربية خاصة كدول عربية هي تحقيق فكرة التعاون ما بين الدول العربية وحماية استقلالها وأمانها بالنسبة لكل دولة عربية. السؤال رقم 7 بيقول لي بما تفسر إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية في مايو 1967. الإجابة في السؤال دوت وده سؤال امتحانات ومهم جدا هقول بسبب الإحكام الاقتصادي الذي تفرضه العرب على إسرائيل. بسبب الإحكام الاقتصادي الذي يفرضه العرب على إسرائيل. رقم 8 بما تفسر فساد النظام الملكي قبل ثورة يوليو 1952.
فسد النظام الملكي قبل ثورة يوليو 1952 لعدة أسباب، بسبب نظام الرشاوى الذي كان يستخدمه الملك فاروق، بالإضافة إلى صفقة الأسلحة الفاسدة. طيب السؤال الثاني بيقول لي بما تفسر العدوان الثلاثي على مصر. العدوان الثلاثي على مصر كان لعدة أسباب. طبعا احنا عارفين العدوان الثلاثي اللي هم مشتركة فيه 3 دول على مصر سنة 1956 اللي هي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. لكل دولة من دول مشكلة بالنسبة ليها لمصر وعايزة تقوم بعدوان على مصر. أولا هنقول إن مصر عملت صفقة اسمها صفقة أو اتفاق مصر صفقة الأسلحة الشرقية مع الاتحاد السوفيتي عام 1955، مما أضرت بمصالح إسرائيل. وعلمت إسرائيل إن السلاح اللي مصر متفقة معاه مع الاتحاد السوفيتي موجه ليها وهيضر مصالحها. السبب الثاني للعدوان الثلاثي هي لأن مصر ساعدت الجزائر كدولة عربية في أن تنال استقلالها من الاستعمار الفرنسي. السبب الثالث ان مصر اممت قناه السويس، وده من ضمن انجازات ثوره 23 يونيو 1952. مصر لما اممت قناه السويس فاضرت بمصالح بريطانيا الاقتصاديه. دي ال3 اسباب بالنسبه للعدوان الثلاثي على مصر، وده سؤال الامتحانات. السؤال بعد كده بيقول لي بما تفسر تكريم المشير احمد اسماعيل باعلى الاوسمه العسكريه اللي هي نجمه سيناء. طبعا كلنا عارفين ان هو احمد اسماعيل ده وزير الحربيه. ليه اتكرم بنجمه سيناء؟ لان كان ليه دور كبير جدا في حرب اكتوبر او في انتصار حرب اكتوبر 1973. ايه زي ايه؟ اولا قائد خطه الخداع الاستراتيجي بالنسبه لاسرائيل، ان كان بيحاول ان يلفت نظر اسرائيل بان مصر لم تكن دوله في بدايتها حرب، او انها بلد مش هتحارب او مش في فكره انها تحارب. ده شيء اساسي او سبب اساسي. السبب الثاني بنقول ان المشير احمد اسماعيل كان قائد جبهه التوحيد على الجبهه المصريه والسوريه، وكان ليه دور كبير جدا في الانتصار في حرب اكتوبر. السؤال رقم 11 بيقول لي وجود علاقه بين الدفاع الجوي ونجاح عبور القناه عام 1973. طبعا الضربه الجويه اللي كان قائدها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وكانت ضربه جويه ناجحه، مهدت الى عبور المشاة والمدفعيه وتحطيم خط بارليف. يبقى نقول ان الضربه الجويه الناجحه مهدت الى عبور المشاة والمدفعيه عن طريق قناه السويس وتحطيم خط بارليف. السؤال الثاني بيقول لي بما تفسر زياره الرئيس السادات لاسرائيل عام 1977. زار الرئيس السادات اسرائيل عام 1977 لمبادره فكره السلام وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي، وان مصر رغم انها دوله منتصره الا انها تطرح فكره السلام بالنسبه لاسرائيل. السؤال بما تفسر رقم 13 بيقول لي لعب الفريق الجمسي دور هام في انتصارات اكتوبر. كلنا عارفين ان الفريق محمد عبد الغني، الفريق محمد عبد الغني الجمسي. محمد عبد الغني الجمسي كان ليه دور كبير في اختيار انسب التوقيتات بالنسبه لحرب اكتوبر، وكان ليه دور كبير جدا في الانتصار في حرب اكتوبر. رقم 14 بيقول لي بما تفسر شهدت الفتره من 1923 الى 1952 صراعات سياسيه كبيره. اولا الفتره دي هقول فيها ان تعددت فيها مجموعه من الاحزاب كتيره جدا، زي حزب الوفد وحزب الوطني وحزب الاحرار الدستوريين وحزب الكتله الوفديه وحزب الهيئه السعيديه. طبعا كل هذه الاحزاب كان في بينهم تصارع، بالاضافه للصدام اللي حصل ما بين حزب الوفد وما بين القصر اللي هو الملك وما بين الاحتلال البريطاني. يعني اجابتي هتنحصر ان اقول تعددت الاحزاب بالاضافه للصدام ما بين حزب الوفد والقصر والقصر اللي هو بين قوسين الملك والاحتلال البريطاني. السؤال الثاني بيقول لي بما تفسر اهميه مجلس الوصايه. مجلس الوصايه كلنا عارفين ده من ضمن اجهزه الامم المتحده، وكان مهم لان هو وصي على الدول التي كانت مستعمره او تحت الاحتلال وان ياخذ بيديها حتى تنال الاستقلال وتنال حريتها. بما تفسر اهميه منظمات المجتمع المدني. السؤال زي ده هيكلمني مباشره، هتكلم في الاجابه مباشره عن اهداف منظمات المجتمع المدني. من ضمن اهداف منظمات المجتمع المدني تثقيف المواطن بفكره تثقيف المواطن وتوعيته بفكره ان هو الانتخاب والتصويت والترشح للمجالس النيابيه، او توضح العلاقه ما بين المواطن والدوله، بالاضافه انها بتؤكد على فكره الوحده الوطنيه وتؤكد عليها، ورفض العنف والنبذ ورفض العنف. بالاضافه من ضمن منظمات المجتمع المدني اهميتها انها بتساعد بعض السياسات الحكوميه في مجموعه اهداف، زي مثلا حظر استخدام الالغام الارضيه، او مثلا تلوث البيئه، او مثلا بنقول فيها اللي هي انها
تراعي فكرة القضاء على الإرهاب وترفض فكرة الإرهاب. طيب سؤال تاني بيقول لي بما تفسر أهمية الأمم المتحدة كمنظمة دولية. أهمية الأمم المتحدة كمنظمة دولية، هقول كده على طول أهداف الأمم المتحدة. اللي هي أهداف الأمم المتحدة، هنقول واحد مثلا اللي هي توفر الأمن والسلام الدوليين. اتنين تقوية العلاقات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ما بين الدول. رقم 3 تؤكد على وتعزز حقوق الإنسان، وإن الإنسان له حق رغم اختلاف لونه أو دينه أو جنسه. طيب السؤال بعد كده بيقول لي بما تفسر لليونسكو دور هام في مصر. اليونسكو دور هام في مصر طبعا لأنه ساعد مصر في حاجتين. أولا انه انقذ معبد ابو سمبل عام 1964، بالاضافه انه احيا فكره انشاء مكتبه الاسكندريه. السؤال رقم 20 بيقول لي اهميه دور منظمه الفاو والصحه العالميه، وده من ضمن اجهزه الامم المتحده. منظمه الفاو والصحه العالميه، الفاو دي منظمه والصحه العالميه دي منظمه اخرى. منظمه الفاو كان من اهميتها اللي هي القضاء على الجوع وتحسين احوال الدول الناميه، وتحسين احوال الدول الناميه وزياده مساحه الاراضي الزراعيه. اما بالنسبه للصحه العالميه، انها كان ليها 3 اهداف. اولا توفير رعايه صحيه جيده بالنسبه لدول العالم. 2 حمايه المياه من التلوث. رقم 3 عقد دورات تدريبيه هامه للحفاظ على صحه دول العالم. اذا السؤال ده اجابتين، اهميه دور منظمه الفاو دي اجابه، والصحه العالميه دي اجابه ثانيه. السؤال الأخير بما تفسر بيقول لي يطلق على عام 1907 عام الأحزاب السياسية. ليه؟ لأن الفترة دي تعددت فيه الأحزاب السياسية بشكل كتير جدا. كان منهم 3 أحزاب رئيسيين: الحزب الوطني اللي أنشأه الزعيم مصطفى كامل، وبعد كده حزب الأمة اللي أسسه الفيلسوف أحمد لطفي السيد، ثم حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية اللي أسسه الشيخ علي يوسف.